انت بقى هنا عشان اقول لك اللي كان نفسي اقوله لك قبل بطولة افريقيا، واللي الكابتن حسام اكده لي واثبته لي في المؤتمر الصحفي بتاعه قبل المباراة الافتتاحية بتاعتنا. اللي كنت عايز اقوله لك ان احنا اقل منتخب فنيا في مجموعتنا، ان النهاردة بتلعب مع زيمبابوي اللي هو اصلا مصنف رقم 4 في مجموعتك. انا بقى اول مرة اشوف يا كابتن حسام منتخب بيزنقك في نص ملعبهم وبيخرجوا الكورة بنظام من نص ملعبهم لغاية نقطة الخطر بتاعتك، لا وايه، وبيسجل عليك وبكل ارتياحية وبكل سهولة. تشكيل غير مناسب جدا للمنتخب. علامة استفهام على الكابتن حسام حسن في اختيار بعض العناصر المهمة للمنتخب الوطني وعدم الاستعانة بيها في الماتشات اللي زي دي اللي هي الافتتاحية يعني. تشكيل غير مناسب للمنتخب المرشح للبطولة، عشوائية فنية، استحواذ بأسماء وليس بأداء. السيد المدير الفني للمنتخب الأقوى في أفريقيا، أنت مطالب بتفسير تغيير الكابتن إمام عاشور في الدقيقة 26 مع إن السبب فنيا. شوط تاني من الكابتن حسام برضو تغييرات عشوائية، مستوى نفس المستوى، لكن العناصر الفردية عملت رومونتادا أنقذت ما تبقى من الماتش وخطفت ال3 بونت تفرق معانا في اللي جاي. اتمنى التعديل للمنتخب الوطني وحسن اختيار العناصر المناسبة للماتشات اللي زي دي، خاصة ان انت هتلعب مع جنوب افريقيا. جنوب افريقيا عندهم عناصر مميزة، عندهم استحواذ غير طبيعي في نص الملعب، عندهم عناصر هجومية مش بالسهل، خاصة ان انت عندك 2 مساكين او انت بادئ لي اصلا ب2 مساكين مش نافعين في فرقتهم. حارس مرمى مش نافع ولا في فرقته ولا حتى مع المنتخب.